شكرا للزميل العزيز الكابتن مؤمن عبد الغفار لتعليق الاحداث هذه المباراه، مباراه وادي دجله والزمالك، المدافعون اصحاب الكلمه العليا في هذا اللقاء. محمود علاء بيحرز هدف الوحيد بالنسبه لوادي دجله في الدقيقه 84، ثم اضاف بعد ذلك علي جبر مدافع فريق الزمالك بيحرز الهدف التعادل بالنسبه للزمالك، ليخرج الزمالك متعادلا تعادل ايجابي بهدف لكل منهما بين وادي دجله والزمالك في مباراه في شوطها الثاني افضل ما يكون. كابتن ايمن، تغييره محمد ناصف على حساب احمد جعفر اللي طلبت بيها في الشوط او قبل الشوط الثاني اتت بثمارها مع نادي الزمالك، وتوظيف معروف يوسف اللي انا كنت بسالها جدا طول المباراه. انا قلت التغييره اللي المفروض تتم، لكن التنفيذ كان غلط يعني مش ده التنفيذ اللي حضرتك سالتني قلت لي لو انت هتلعب ايه، قلت لك انا هلعب 3، مش هرجع معروف، هخلي معروف في وسط الملعب واحتفظ بالاربعه اللي قدام ويبقى عندي كثافه عدديه، وعلى الاقل هلعب ب2 فراوده وستانلي وشيكابالا يقوموا بادوار اللي هي زي الوينجات، وتبتدي الكروستات تتعمل زي ما اتعمل لاحمد جعفر، وكميه الكروستات زادت لان نادي الزمالك احرز الهدف بتاعه من كروس من احمد رفعت اعتقد. فالتنفيذ بس المختلف فيه مع الكابتن محمد صلاح، لكن هو شايف ان لازم حد يلعب باك ليفت، لازم يفضل يلعب ب4، رغم ان ميدو بعد التغييره دي راح مخرج حسام عرفات صحيح ولعب محمد شريف. محمد شريف لعب كويس، لعب هايل، صعب لعب سامو الافوم مكان حسام عرفات، مكان حسام عرفات في الدقيقه 7 وبعدين يعني فخرج هو اوريدي يعني واحد وساب الناحيه اليمين فاضيه ما فيهاش حد. بعد ما اتعور عرفه لعب محمد شريف صحيح، فكان لحد وقتنا لحد ما عرفه السيد اتعور ما كانش في حد بيلعب ناحيه معروف. فمعروف كان دوره المفروض الانسب ان هو يلعب، الافضل من ده كله ان هو يلعب على الاقل وينج او يلعب ثالث في نص الملعب عشان تبتدي تستحوذ في نص الملعب. ده والزمالك كان يستحوذ على نص الملعب كان هتبقى النتيجه افضل من كده. فانا بس التغييره تمام، لكن التنفيذ زي ما قلت لك لكن ما فيش، لكن النتيجه عادله. انا شايف النتيجه 1-1، نتيجه مرضيه للطرفين، الفرقتين ادوا بشكل كويس. صحيح، نادي الزمالك ضيع فرص ودجله ضيع فرص، فالنتيجه اعتقد انها عادله للفرقتين يعني. تعادل عادل كابتن اشرف؟ طبعا تعادل عادل جدا، الاثنين فعلا كان في فرص كبيره جدا للفرقتين، في فرص اهداف محققه. كره سامو لافوم اللي كان في الدقيقه 79 دي انفراد تام وكامل وصريح لانها هدف مؤكد، فيها عدم توفيق منه وعدم تركيز في تسديد الكره، وفيها تفوق وبراعه من حارس المرمى من احمد الشناوي. والناحيه الثانيه برضو في فرصه هدف بتاعت علي جبر اللي جت في القائم وارتدت ورجعت تاني وما كانش فيها توفيق يعني. فرصه ابراهيم صلاح ضربه الراس اللي في اخر اللقاء اعتقد برضو كانت فرصه هدف، لان برضو اتعامل معاها محمود رضا بشكل رائع جدا جدا، يعني اتعامل معاها بشكل كويس قوي. لكن لما تيجي تتكلم على شكل واداء الفرقتين، متهيألي بنسبه 90% او 95% نجح وادي دجله في اللي هو عايزه من المباراه. صحيح. لعبوا بشكل في استمراريه في السيستم اللي بيلعبوا بيه من اول المباراه لنهايتها، يعني ما اتغيرش الاسلوب اللعب على مدار ال90 او ال95 دقيقه زي بالوقت الاضافي. قافلين وسط ملعبهم، المساحات ضيقه جدا، عشان كده لما انا كنت حضرتك بتسالني ما بين الشوطين قلت لك ايمن حكمي هو ممكن يكون حل، ان بيقدر عنده عمليه الاختراقات، الدريبلينج بالكره بيقدر يتعامل بيها بشكل كويس. كان محتاج ينزل بدري شويه، يعني كان ممكن يبتدي. ما كانش شيكابالا برضو؟ انا كنت بقول مش عاوز شيكابالا يطلع، لان كنت عاوز اوزع الجهد اللي موجود اللي عند ايمن اللي كان بيبذله، يبقى هو وشيكابالا هم يقوموا بيه هم الاثنين. كان على حساب ممكن باسم، يعني باسم تحس ان الكره مش مدياله دلوقتي، يعني مش عايزه تبقى معاه دلوقتي. وفي نفس الوقت كنا بنطالب برضو، قلت لك الكرات العرضيه مهمه جدا في وجود احمد جعفر، واحمد جعفر اشتغل في الكرات العرضيه كانت فيها كثافه شويه بعد ما نزل، لان لطول القامه عنده كان هو بيتعامل معاه بشكل كويس. وكمان زود عليه علي جبر، يعني علي جبر لما زاد في الكرات اللي هي الثابته والكرات العرضيه والضربات الركنيه فرقت. ما دي الكره اللي بقول عليها الكره علي جبر يعني نفذها بشكل كويس جدا. ده بيبقى فيها باد لك بالنسبه للقائم ده، هو ما يقدرش يعمل فيها حاجه ثانيه يعني بس ربنا عوضها له بالهدف. الهدف برضو جه من كره عرضيه اللي احنا برضو قلنا عليها. ما هو التنوع اللي احنا بنقول عليه في الهجمات هو مش كتير، يعني هي كرات عرضيه، اختراقات من العمق او تسديد، يعني هي علشان تقدر
تكسر الكثافه العاديه او التكتل الدفاعي اللي موجود عند اي فريق. نعم. فانت بتقدر تتعامل، لازم يبقى فيها تنوع، يعني ما تقولش ايه هنلعب كرات عرضيه بس، او نلعب او نسدد من خارج منطقه ال 18 او نعمل، لازم يبقى فيها تنوع، لازم تعمل كل الزمالك عمله الشوط الثاني. يعني الزمالك اتعامل معاه بشكل كبير. طبعا الهدف اللي احنا شايفينه بتاع محمود علاء خطأ دفاعي صريح جدا من محمود حمدي، ومن كمان من احمد جعفر. يعني نعم. محمود حمدي هو باصص للكوره، لكن احمد جعفر كنت انا بتكلم انا وكابتن ايمن وحضرتك ان احمد جعفر كان ممكن هو شايف الكوره يجي هو يقفل على الراجل، مش لازم يكون بتاعه. يعني مش عشان اللاعب ده مش بتاعي يبقى انا اتعامل. محمود رضا طبعا شال الكوره بشكل كويس جدا. نعم. انا عاجبني هلال، يعني محمد هلال عاجبني جدا. صحيح. والكره دي صعبه، دي خبرات يا كابتن، دي خبرات. لو محمد شريف عنده خبرات المكان دي او الفرصه زي دي كان هياخد الكره ويخش بيها لجوه، ياخد طارق حامد في ظهره. طارق حامد اتعامل مع الكره بشكل كويس جدا، ما كانش فيها تهور. يعني ممكن واحد تاني ممكن يعمل السلايدنج او يعني يتزحلق على الكوره، ممكن تبقى ممكن بنالتي، ممكن يبقى طرد. فهو اتعامل معاه بشكل كويس، واللي شجعه على كده ان محمد شريف طالع بالكره لبره، يعني ما دخلش بيها للمنطقه الخطر. النتيجه عادله. نعم. بحيي فرقه وادي دجله، بحيي احمد حسام على رؤيته وتعامله مع المباراه دي. طبعا الكره دي كانت فرصه هايله، محمود رضا اشتغل فيها بشكل رائع جدا، بحييه برضو عليها. نادي الزمالك اشتغل الشوط الثاني كويس، افضل من الشوط الاول. نعم. هروح للكابتن ايمن. كابتن ايمن، تغيير انت قلت معروف يوسف رجع لاعب ظهير ايسر ونزل ايمن حفني مكان شيكابالا. طب ليه ايمن حفني ما نزلش مكان ابراهيم صلاح، ما نزلش مكان طارق حامد؟ عشان كده هتفضي كل نص ملعب. خلاص انت هتبتدي تخرج كل وسط الملعب، اللي لو المنطقه دي فضيت فانت خلاص بالنسبه لك العصب بتاع الفرقه خلاص هتبقى انت عندك مشكله كبيره، ان كل هجمه هتروح خطر على نادي الزمالك. فلازم تعمل 2 مصدات. انت كان عندك 3 الاول، رجعت منهم معروف وزودت النواحي الهجوميه، تمام، وفضلت سايب ابراهيم صلاح وطارق حامد في نص الملعب. لو خرجت واحد من الاثنين ايا كان اللي هيخرج منهم، اللي هيفضل دوت عمره باي حال من الاحوال ما هيقدر يسد الفراغ بتاع عرض الملعب كله. فيبقى عندك مشكله. ليه؟ لان محمد هلال في الملعب لعيب سريع وعنده مهارات، افوم لعيب سريع وعنده مهارات، لما نزل حتى محمد شريف لعيب عنده مهارات وسريع. ف دجله عندهم لعيبه قدام خطر، فما ينفعش تفضلهم قلب الملعب كله. عشان كده كان التغيير اللي كابتن اشرف قال عليها ان كان ممكن باسم يخرج وتسيب شيكابالا، بما ان هو عنده حلول من تحت، ممكن يشوط، ممكن يجي لك فاول يشوطه، ممكن يعمل كروس لاحمد جعفر، بما انك لسه عندك ستانلي وعندك احمد جعفر. لما خرجت بس نزلت احمد رفعت ليه؟ كان عندك مايوكا بره ممكن تنزله؟ احمد رفعت يمكن اسرع وانشط واخف، بيمتلك برضه نفس الحلول اللي بيمتلكها شيكابالا وايمن حفني. ونادي الزمالك ما كانش محتاج مايوكا. ليه؟ لان نادي الزمالك كان محتاج حد يجي من تحت بالكره اسرع واحسن. يعني ما هو ستانلي عندك موجود، ما انت عندك عايز يبقى عندك كذا حل. كابتن اشرف قال ان ايه؟ ان ايمن حفني مع شيكابالا هيبقى عندك حلين، فتقدر تستخدم اي حد فيهم. وجود احمد رفعت مع ايمن مع شيكابالا يبقى عندك 3، فتقدر تخترق من كل الجهات. واحمد رفعت عامل بالظبط، واحمد عامل، فيبقى عندك حلول كتير. الزمالك كان محتاج، انا شايف ان النهارده كان الحلول الفرديه لنادي الزمالك دي انسب حاجه. بدل الجماعه يعني اختراق 1 على 1، ايمن يرقص ويشوط، شيكابالا يعدي ويشوط، احمد رفعت زي ما عدى وعمل الكروس، فكل دي كانت حلول فرديه. نعم. فنادي الزمالك كان محتاج ده اكتر من يكون موجود ستانلي ومايوكا واحمد جعفر. ممكن وجودهم هم ال3 جوه ال 18 يخلي دجله يكثف الدفاعات ويزود لك اعداد لعيبه جوه ال 18، فتبقى الموضوع كله فيه تلاحمات. نعم. فتبقى خلاص كل الكور جايه ليك او عليك، فتقدر تخرج الكور سهل جدا. في الشوط الاول كان وادي دجله مسيطر تقريبا على وسط الميدان بالنسبه للفريقين. ايه اللي حصل في الشوط الثاني خلاه يفقد السيطره؟ لا، هو مش فقد السيطره، هو لعب بشكل تاني خالص. يعني الشوط الثاني بقى فيه تراجع، في التمركز الدفاعي بقى اكتر بكتير، واللعب على الهجمه المرتده. ودليل على كده من بدايه الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني كان واضح. اصلا بمجرد لما بتشوف اخر لاعب في الملعب اللي هو كان عرفه، كان بيلعب عند نقطه السنتر بالظبط. يعني بيقابل من عند نقطه، اول ما الكوره بتوصل عند في وسط ملعب نادي الزمالك كله بيروح راجع، ومقفلين وسط الملعب، خطوطهم بيلعبوا بشكل منظم فيها جدا. عشان كده انت كنت بتعاني من الاختراق. يعني هو الحلول اللي ابتدت تبان لما ايمن نزل،
بقى بيمسك الكوره بيقدر يعمل الدريبلينج وبيقدر يعمل عمليه التمويه ويخش ويلعب على اطراف الملعب. دي وجدت لك حل، بس كانت فيها صعوبه برضه لان العدد اللي موجود والكثافه العدديه اللي موجوده عند وادي دجله كانت كبيره. هم خطوطهم طول ما هي قريبه من بعض هي دي ميزه عندهم. حتى لما كان واحد بيبتدي ايمن بيعدي من واحد بيلاقي الثاني، بيعدي من الثاني بيلاقي الثالث، فدي كانت مشكله بتسبب لهم مشكله كبيره. عشان كده ابتدى اللعب يتلعب على اطراف الملعب، وعشان كده نادي الزمالك نجح في اكتر من فرصه من على اطراف الملعب من الكرات العرضيه. اذا كان من سعد وصل لمنطقه ال 18 عند نادي وادي دجله عمل اكتر من كره خطر. نفس اللي عايز تطلع. هروح بس لزميلي وليد فرج معه الكابتن محمود علاء لاعب فريق وادي دجله، ماذا سيقول بعد التعادل الايجابي بهدف لكل منهما واحراز الهدف ايضا في هذه المباراه؟ تحدي ليك مرة ثانية زميل عزيز تامر صقر ونجوم التحليل استاذ نيل. محمود علاء صاحب هدف وادي دجلة في لقاء اليوم. محمود اكيد بهنيك على هدف اليوم، لكن كابتن زعلان جدا ومش راضي ان انتوا تعادلتوا مع نادي الزمالك. بمسح الكابتن تامر والكباتن الكبار موجودين في الاستوديو. انا عرفت دلوقتي هو الكابتن اشرف قاسم والكابتن ايمن عبد العزيز عشان ما يزعلوش. كابتن اشرف والكابتن ايمن طبعا. عايز اقول ان احنا انا مع كابتن ميدو فعلا احنا خسرنا نقطتين النهارده، ويمكن اعتقد ان المباراه كانت كلها لصالح وادي دجله. يمكن نفذنا طريقه لعب معينه، يعني احنا بنحاول نلعب الفرقه على طريقه لعب المباراه ازاي نعرف نقفل على خطوط لعب الزمالك من خلال شيكابالا وخلال استالي وباسم. قدرنا ان احنا نقفل على مفاتيح اللعب بتاعتهم. طلعنا التايم الاول متعادلين، التايم الثاني بدانا ان احنا نهاجم وشفنا خلاص جايين نلعب على المكسب. كنتوا مقفلين قوي في الشوط الاول وتحت الكوره، بس دي طريقه لعب احنا بننفذها حسب تعليمات المدير الفني. التايم الثاني بدانا نهاجم. احنا الهدف الاول بالنسبه لنا هو المكسب. بقولها مره ثانيه احنا اعتقد احنا خسرنا نقطتين النهارده والناس والاداء واضح للناس والفرق واضح للناس. يمكن اعتقد ان النزول جعفر ورفعت الدوري عقليه شويه في الكره العرضيه. بنحمد ربنا خلاص صفحه نادي الزمالك صفحه طوت. نبدا نفكر في اللي جاي عندنا الاسماعيلي، مباراه لا تقل اهميه عن مباراه نادي الزمالك. نبدا نفكر في الماتشات. ظلمت تحكيميا النهارده؟ لا ما بتكلمش على التحكيم، معلش اعذر. لا مفيش مشكله عادي، كابتن ميدو اتكلم وقال لا ما بتكلمش على التحكيم، هو كابتن ميدو المدير الفني هو اللي شايف. احنا شايفين مبين مركزين انتوا بسم الله ما شاء الله في الضربات الثابته. اكيد طبعا الشوط الاول كمان اكيد طبعا ده توفيق عند ربنا واجتهاد، واللي بيتعب وكده اكيد ربنا بيكافئه. محمود ببارك لك مره ثانيه على الهدف، ومش عارف بقى اذا كنت على النقطه ولا اقول لك هارد. لا هارد لك طبعا، واضح الناس كلها حاطه نفسها. شكرا لك يا شكرا. زميل عزيز تامر الصقر، يمكن ده كان لقاءنا مع محمود علاء صاحب هدف وادي دجله في لقاء اليوم. طبعا في النهايه بشكر زميلي تامر الصقر وبشكر الكابتن اشرف قاسم والكابتن ايمن عبد العزيز، ويمكن المشكله من الاعداد هم اللي بلغوناش مين اللي كانوا ضيوف في الاستوديو. الان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل. شكرا للزميل العزيز وليد فرج، وبشكر الكابتن محمود علاء في عدم طبعا التحدث عن التحكيم في هذه المباراه، مباراه وادي دجله والزمالك. وواضح انه عقليه لاعب محترف يستحق ان يتواجد في فريق بحجم فريق وادي دجله. واضح ان التعادل غير مرضي بالنسبه للاعبي وادي دجله، واضح انه غير مرضي. اعتقد الكابتن احمد حسام ميدو لو جه حتى في لقاء معاه واضح انه غير مرضي يعني. وده شيء كويس. يعني ان انت تبقى مدرب طموح، او انت اللعيبه عندك عندهم طموح انهم يكسبوا كل الماتشات وانت بتزعل لما تبقى متعادل، فده شيء جميل. بصراحه عمل لهم شكل، بصراحه كابتن حسام عمل شكل لفريق وادي دجله في المباراه الاخيره يعني. الثلاث مرات اتلعبوا الاثنين الثلاثه كلهم دي الرابعه، المباراه الرابعه. وانا بقول لك من الثلاثه اللي قبل كده. فلا هو الشكل عموما بتاع دجله كله اتغير لما ميدو مسك، يعني من طريقه اللعب والتزام اللعيبه وتقبلهم لتغيير طريقه اللعب لطريقه صعبه جدا، وان انت تقدر تنفذها بالشكل دوت. فاعتقد ان هم درجه استيعابهم عاليه جدا جدا. نعم. تحسب لهم. تحدثنا قبل المباراه عن الكرات الثابته بالنسبه لفريق وادي دجله وفريق الزمالك، وقلنا يعني وادي دجله بيجري الضربات الثابته وايضا الزمالك كان بيجري الضربات الثابته. شفتها في المباراه النهارده يا كابتن؟ يعني كانت واضحه امامك؟ لا هي كمان الكرات الثابته والكرات العرضيه، يعني هي مشكله للفرقتين النهارده. يعني حتى الهدفين جم من كرات عرضيه، يعني النادي وادي دجله جابها من كره ثابته. التعامل في الكرات الثابته لازم يبقى فيه تركيز اكتر من كده بكتير. ما ينفعش ان انت في كره زي دي يدخل فيك هدف بالشكل ده. يعني ده عيب خطير يعني. صحيح. لان انت ممكن ما كنتش تعرف تعوض، كنت هتخسر الثلاث نقاط. الكره العرضيه اللي جت في على وادي دجله او اللي جابها علي جبر دي تكرار من كرات عرضيه كتير جدا، فده نتاج التكرار. ففي اخطاء بتتعمل. يعني علي جبر كان بيلعب لوحده، يعني لو جبناها دلوقتي هتلاقي الكره وصلت لعلي جبر وهو مش ممسوك. صحيح. كان كل التركيز على
احمد جعفر، على ستانلي، على المجموعه اللي كانت موجوده. فالرؤيه ورؤيه اللاعب ورؤيه الكوره ما كانتش مظبوطه. اهي الكوره معانا اهي، بص علي جبر جاي لوحده خالص. كل الناس لو رجعناها تاني قبل ما الكوره توصل لعلي جبر هتلاقي كل فرقه وادي دجله باصه للكوره بتتلعب. بص ولا واحد شايف علي جبر، بص هي العلامه اهي وعلي جبر، ولا واحد شايف علي جبر هو فين. كمل هم شايفين الكوره بس. لو الراجل اللي اخر واحد اللي جنب احمد جعفر بص على علي جبر قبل ما كان هيجري خطوتين ثلاثه، كان هيقفل مساحه رؤيه علي جبر وتسديده اللي هو راح وادى ظهره كمان. فهي الاخطاء بتيجي من كده، يعني الاهداف بتيجي من الاخطاء اللي زي دي. صحيح. بس المشكله ان الاخطاء دي موجوده في كل الانديه في مصر. يعني برضه لما نجيب الجون اللي دخل في نادي الزمالك هتلاقي كوره ملعوبه، كوره ثابته. فالمفروض يبقى انت التمركز بتاعك سليم اكتر من كده. لازم يبقى عندك رؤيه للاعب اللي بيتحرك. يعني بص حضرتك ده، بص خد بالك ده في 4، انا هقول على 2 مش على 3، لان الثالث ده بعيد خالص، اللي هناك خلاص الكرة عدته. فالمفروض كان محمود حمدي وكان واحمد جعفر. انا برضو احمد جعفر يعني مش عاوز اقول هو عشان مهاجم فما ينفعش يمسك، لا ده انت موجود عشان انت بتطول الفرع ده، انت لازم استفيد. لازم استفيد بتاعه اصلا محمود علاء المفروض. الحاجه الثانيه كمان مش عاوز برضو الناس تقول اصل هو مش الراجل بتاعه، لا مفيش حاجه اسمها كده. ما دام انا شايف ان في خطوره على زميل ليا او على مرماي انا لازم اتعامل، وبعدين بقى ابتدي اعاتب زميلي ان ما كانش ماسك الراجل، ما يسيبش الكره تتعمل كده. فاللقطه دي طبعا ان هو يطلع ما بين الاثنين، لا هما الاثنين في خطا واقعين فيه بشكل كبير. يعني الكرات الثابته كان ليها اليد العليا في هذا اللقاء، وايضا مدافعي كلا الفريقين. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ماذا قال احمد حسام ميدو مدير الفني لفريق وادي دجله بعد التعادل مع الزمالك اليوم في بدايه الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز؟ نتابع. جدا بسبب التعادل اليوم مع فريق الزمالك، زعلان من اداء طاقم التحكيم. كابتن احمد زعلان ليه؟ الكابتن مين في الاستوديو؟ تامر صقر وضيوفه بصراحه انت ما تعرفش دي مصيبه. مش مشكله عادي. لا سلم لي طبعا، بسلم على تامر وضيوفه الكرام. لو يرضي ربنا اداء التحكيم ده، لو اتحاد الكوره عايز الاهلي والزمالك يلعبوا في دوري لوحدهم واحنا نلعب في دوري لوحدنا ماشي. احنا ناس بنخلص وبنتعب وما بننامش وبنخطط وبنعمل بلانز لكل جيم بنلعبه، والحكم صعبان عليه ان احنا نكسب، صعبان عليه. احنا النهارده بنلعب الزمالك والتحكيم بصراحه. الشوط الاولاني كرة جول مش اوف سايد 2 متر، كابتن ايمن قدامه وحسب اوف سايد. الفاولات كلها اللي بيحسبها علينا الشوط الثاني اللي منها دخل الجول ما فيهاش ولا واحده فاول. لو هاني ابو ريده، بقول لهاني ابو ريده رساله، لو عايز مصر تتطور طور التحكيم. رضا البلتاجي انا راجل بحترمه فوق دماغي من فوق، لكن اداء الحكم النهارده والمساعدين ما يرضيش ربنا ولا يرتقي لدوري محترفين. طب حضرتك شفتها من اول مره ولا من اول مره؟ بقسم لك بالله من اول مره. دخلت بين الشوطين بقول للحكم حرام عليك يا كابتن، الكره مش اوف سايد 2 متر، حرام يا كابتن ايمن طردني وطلعني بره. هو يقول ان هو طردني ليه؟ لو في لفظ سيء يعني انت بتتكلم بشكل عادي. لو في لفظ سيء طلع من بقي انا مستعد يعني ما اقعدش في المدرج اروح بيتنا. لكن يا جماعه ما ينفعش يبقى احنا بنتعب وبنخلص كل حاجه وبعدين التحكيم بنلعب الزمالك والتحكيم. بقول لنادي الزمالك كابتن محمد صلاح مبروك النهارده النقطه من وادي دجله، النتيجه الطبيعيه 4-1 لوادي دجله. شكرا كابتن ميدو النهارده مش قادر انا هخش اللعيبه والنبي خلاص. شكرا زميل عزيز تامر صقر. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن ايمن، كابتن اشرف، هسالكم على بعض اللاعبين سريعا وعايز تعقيب على كل لاعب في جمله خفيفه. اجباري يعني؟ لا اختياري. اوكي. الاسئله كلها اختياريه. طيب ماشي. الاسئله كلها اختياريه. محمود رضا حارس مرمى افريقيا وادي دجله. يعني اعتقد انه امتياز النهارده. امتياز. علي جبر. علي جبر بيأدي بشكل كويس جدا، بس انا عاوزه برضو يهتم بالمشاكل اللي موجوده دفاعيه. الكرات العرضيه دي هو موجود هنا عشان يحل المشاكل دي. نعم. يعني وجوده في خط الظهر نادي الزمالك زي وجوده في منتخب مصر. المشاكل دي لازم تتحل باي طريقه، لازم يتمرن كتير جدا. نعم. على الكرات العرضيه. اديله كام من 10؟ هرجع لك كام من 10 يا كابتن النهارده؟ ممكن 7 من 10. محمود رضا قبل ما اسالك السؤال الثاني كام من 10؟ 9. 9؟ طيب. طارق حامد. طارق هايل.
يعني هي في كده خلاص. مش انت بتقول جمله؟ لا جمله لا لا طارق، يعني طارق من احسن الديفندرات اللي موجوده في مصر. نعم. وبعدين بيتطور بسرعه جدا. كام من 10؟ طارق 8. ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح من اللاعبين المميزين بس محتاج يلعب كتير. ابراهيم صلاح لما بيبقى رجله في الملعب بمستواه بيرتفع من مباراه لمباراه. هو بعيد النهارده كان بيحاول، مش ظاهر قوي في اللقاء لكن ظهر في اخر كوره اللي لعبت ضربه الراس دي. لما بيكون موجود في الملعب عيدها تاني رجليه في الملعب على طول بيلعب مباريات كتير هتلاقي مستواه احسن من كده بكتير. كام من 10؟ يعني مش عاوز اقيمه تقييم كده لكن ممكن 7 من 10 برضه. كتير برضه بالنسبه يعني. حسام عرفات. حسام من اللعيبه المجتهدين وبيقدر يوجد حلول لنفسه. بيدافع بنسبه كويسه جدا وبيهاجم بنسبه كويسه جدا. كام من 10؟ 7. عرف السيد. عرف اشتغل كويس جدا، عمل كرة براسه النهارده، يعني نجح احمد الشناوي، ما اعرفش هو جابها ازاي احمد الشناوي بصراحه. وزهق وعمل مشاكل كتير جدا لمدافعي نادي الزمالك النهارده. بيتحرك في كل مكان، تحركاته جيده جدا. بس كان محتاج حد جنبه يساعده شويه في التواجد، يعني توزيع الجهد بتاعه كان في الملعب اعتقد كان كويس جدا. هو خرج كمان للاصابه، ما خرجش لسوء الاداء يعني. نعم. كام من 10؟ يعني انا هقول حاجه ثانيه بسرعه. هو ممكن يبقى 8 من 10 8 ونص. لكن عاوز اقول ان لما نيجي هنقيم فريق وادي دجله كله النهارده لعب بشكل كويس. صحيح. يعني مش عاوز، يعني هقول لك محمد هلال عمل ماتش النهارده هايل جدا. مصطفى جلال، ابو بكر، مصطفى طلعت ساتي. فانا بقول لك هم انا بحب دايما اتكلم على الفرقه كاداء جماعي، شكل جماعي. انا بكلمك او تقييمك لكل لاعب هو تقييمك في اداء دوره في الملعب. يعني محمد ناصر كظهير ايسر عمل ايه؟ تقييمه كظهير ايسر. هخلي بقى ايمن يتكلم على بتاعه محمد ناصر عشان هو كان عايز يخرج التغييره دي. ما كنتش عايز اخرج ناصف عشان بس مش عشان ناصف وحش، يعني عشان يزود ناحيه هجوميه وناحيه تكتيكيه موجوده. فناصف ما بيمتلكش السرعات، انت عايز الثلاثه اللي بيلعبوا ورا يبقى عندهم سرعات عشان يقدروا لو حتى في 1 على 1 يقدروا يعالجوا الدفاعات الموجوده. هو ده بس. لا ناصف لعيب كويس. في حاجه مهمه. غطى يعني محمد عبد الشافي؟ لا لا عبد الشافي لا، عبد الشافي مش هيعوض دلوقتي، صعب يعني. لا انا عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا. الثلاثي اللي كانوا بيلعبوا احمد العش ومحمد انور ومحمود علاء ووراهم محمود رضا اشتغلوا. انا عاجبني النهارده بس المدافعين اللي هم المدافع اللي في المنطقه دي ان هو ما بقاش عنده عمليه التهور، الدخول على لاعب. يعني نادي الزمالك النهارده بعد ما اتعمل موضوع الاختراقات كان ممكن اي حد يخش، اي لمسه كانت ممكن تتحسب، اي لمسه كانت هتتحسب، لان دي بتسبب مشكله كبيره جدا. هم ما عندهمش حته التهور دي، ودي اللي كانت عجباني فيهم. حتى كمان في وسط ملعبهم وفي منطقه ال 18 لما كانت الكره بتسقط لمصطفى طلعت او ابو بكر او مصطفى جلال ما كانوش بيطفشوا، كانوا بيمسكوا الكوره بيسلموا الكوره من رجل لرجل، ودي اكيد هم متمرنين على كده. يعني خروج الكوره بتمرير سليم ده مهم جدا. التطفيش هيزود عمليه الضغط على فرقه وادي دجله. نعم. فالنهارده هم اشتغلوا بشكل كويس جدا يعني. السؤال الاخير وتشتركوا فيه حضراتكم، شيكابالا تالق مباراتين متتاليتين، مباراه مقاولون وايضا مباراه وادي دجله، ايه السبب؟ شيكابالا يعني لازم يلاقي لنفسه حلول اكتر من كده، خصوصا في اللعب تحت ضغط. يعني شيكابالا من اللعيبه اللي لما بيتضغط عليها وما بيليش مساحات بتلاقيه دايما بينزل بيستلم من تحت بنص الملعب كتير وظهره للجون، فده بيسبب له مشكله ان هو المسافه بتبقى بعيده قوي قوي عشان يوصل للجون. فلازم دايما يلاقي لنفسه حلول اكتر من كده. يعني لازم يقعد يتفرج يشوف الماتشات اللي هو دايما بيتضغط عليه فيها اللي بتجبره ان هو ينزل لحد نص الملعب فبيعمل مسافه كبيره ومجهود. ويتفرج عليه ويشوف يقدر يعمل فيها ايه ويقدر يتحرك ازاي ويقدر يتحرر ازاي. دي المشكله الوحيده بتاعت شيكابالا. لكن غير كده طبعا هو متميز بدليل ان هو لما بيتحرك تحس ان فرقه نادي الزمالك كلها بيبقى لها شكله بتتحرك. شيكابالا بيجيد في 4-3-3 احسن من 4-2-3-1؟ لا ممكن يتعامل معاه باي طريقه. ما هو انت توظف اللاعب بتاعك ازاي. وشيكابالا انا كان وجهه نظري ما كانش يتغير النهارده. يعني كان تواجده مع ايمن حفني كان هيفرق مع نادي الزمالك كتير، كان هيفرق كتير جدا. في الوقت اللي انت ابتديت تعمل عمليه الضغط على فرقه وادي دجله كان هيبقى في تنوع بشكل كبير جدا. في فاول جيم من على ال 18 كان من الممكن هو يسجلها. يعني انت في لاعب
ممكن ما بيبقاش الكره ماشيه معاه اثناء اللقاء، ولكن انت بتحتاجه في وقت من اقول لك على حاجه. طب ما هو مثال، يعني ساعات عبد الله السعيد ما بيكونش ظاهر خالص مع النادي الاهلي ويجي في لحظه بيجيب هدف. يعني في لاعب انت بتبقى طول ما انت بتحط ثقتك في لاعب واللاعب بيحس بالثقه دي بتاعت المدرب فيه، بيحاول ان هو عنده محاولات حتى لو الكره مش ماشيه معاه، لكن بيحاول ان هو يظهر بشكل احسن. شيكابالا في خلال المباراتين الاخرين بيشتغل كده. نعم. كان من وجهه نظري ان هو ما يخرجش النهارده. السؤال الاخير قبل ما اختم، وادي دجله ممكن يستمر لحد المربع الذهبي واللي يحتاجه؟ كده بالطريقه دي وبالاسلوب اللي بيلعب بميدو وبالطريقه اللي بيتكلم بيها على الطموح وان هو زعلان ان هو بيخسر او النهارده متعادل بيخسر 3 بونت، فاعتقد ان هم هيكملوا بنسبه كبيره جدا جدا. محتاجين بس الاستمراريه وان يعني ميدو يبقى هو ميدو هيدعم في بعض المراكز. نعم هيدعم في بعض المراكز. هو لازم اكيد بالظبط. هو لو عنده اماكن لازم يدعم. عنده مكان لازم عشان يبقى عنده دكه كويسه يقدر يتحرك براحته فيها. نعم. لو عنده كده اعتقد ان هم بنسبه كبيره جدا من الفرق اللي هتفوق كمان جدا في الدور الثاني. كابتن اشرف، وادي دجله محتاج يكسب مباراه. هو المشكله اللي مقابلاه ان هو بيلعب مباريات قويه ورا بعض، فمحتاج ان هو ما كانش يخسر. يعني هو ميدو تعادل مباراتين وخسر مباراه وفوز في مباراه وحيده، فهو محتاج ان هو يكسب مباراه جايه على طول عشان يقدر ان هو يفوق فرقته. هم بيشتغلوا بشكل كويس. هو على فكره بيلعب المباراه على حسب الفريق اللي بيلعب قدامه، ودي حاجه كويسه. قراءه المباراه وقراءه الفرق اللي هتلعب قدامك ودراستها ووضع سيناريو للمباراه ده مهم جدا. هو ناجح فيه ومنجح، ولاعيبته منجحاه كمان. يعني لعيبته استقبلت الفكر بتاعه وبتقدر تنفذه. انا معاه بصراحه في موضوع التحكيم، لكن عاوز اقول له هتلاقي التحكيم ساعات هيبقى ليك وساعات هيبقى عليك، لكن هو برساله. يعني نحاول بقدر الامكان الحكام يكونوا اكثر دقه في اتخاذ قراراتهم حتى لو ليك او عليك. يعني ما كل الفرق بيبقى ساعات الحكم بيبقى معاه بدون قصد او بيبقى عليها بدون قصد برضه. هو بيتكلم طبعا على تحكيم. هو كان امنيته النهارده انه يفوز طبعا، وده طبيعي. يعني طبعا. هو عمل مباراه كويسه، يعني عمل مباراه كويسه، لكن يعني انا عاوز اقول له يعني ما تعصبش شويه كده، لسه الامور لسه المشوار طويل. فبحييه النهارده على اداء فرقته النهارده في المباراه. بس فانيله الاهلي والزمالك تقيله من ناحيه في التحكيم. طبعا، بس هو المفروض الحكم ملوش دعوه بالالوان، ملوش علاقه بالالوان خالص. لا هو كابتن ايمن متفق معايا، هي تقيله. ماشي هي تقيله، ما هو دي طول عمر مباريات الاهلي والزمالك بتبقى. اما لو الحكم بيلعب قدام جماهير هيعمل ايه؟ هتبقى مشكله كبيره. طبعا نتابع مشاهدينا الكرام المباريات التي لعبت اليوم ونتائج المباريات التي لعبت في اليوم في افتتاحيه الاسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز دوري عبورلاند. بتروجيت تعادل مسموح، التعادل ايجابي بهدفين لكل منهما، والاتحاد تعادل ايضا مع المقصه تعادل ايجابي بهدف لكل منهما، ووادي دجله بنفس النتيجه مع الزمالك. اليوم التعادل اليوم. غدا بمشيئه الله مباراه الجوله الثانيه عشر اليوم الثاني، الداخليه يستضيف المصري واسوان مع انبي والشرقيه يحل ضيفا على الاهلي. ختام مباريات الجوله الثانيه عشر، طنطا مع طلائع الجيش والانتاج الحربي مع نصر التعدين والمقاولون العرب مع الاسماعيلي. جدول الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الاول من الاسبوع الثاني عشر جاء كالتالي: الاهلي في المركز الاول برصيد 29 نقطه، المقصه في المركز الثاني ب 28 نقطه، سموحه في المركز الثالث ب 25 نقطه، بتروجيت في المركز الرابع ب 23 نقطه، المصري في المركز الخامس ب 19 نقطه، الزمالك في المركز السادس ب 18 نقطه، الاتحاد في المركز السابع ب 17 نقطه، وادي دجله في المركز الثامن ويتساوى مع طلائع الجيش ب 16 نقطه. ثم ياتي الاسماعيلي في المركز العاشر ب 14 نقطه، المقاولون العرب في المركز الحادي عشر ب 13 نقطه، انبي في المركز الثاني عشر ب 10 نقاط، والانتاج الحربي والداخليه ب9 نقاط في المركز الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب، طنطا في المركز الخامس عشر ب8 نقاط، والشرقيه في المركز السادس عشر ب7 نقاط، وياتي كل من اسوان ونصر التعدين لكل منهما 5 نقاط في المركز قبل الاخير والاخير. في النهايه بشكر كلام الكابتن ايمن عبد العزيز، بشكرك شكرا جزيلا ايمن، نورتنا النهارده. كابتن اشرف بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده. مشاهدينا الكرام الى الملتقى ان شاء الله واستديوهات جديده، لكم منا كل التحيه وتصبحوا على الف خير.